مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا المساء، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. دعوة لتوسيع زراعة الفول السوداني في إقليم عنسبة. مديرية سرجقة تعلن خلوها من ممارسة ظاهرة ختان الإناث. مدرسة مساعد التمريض في أسمرة تخرج دفعة جديدة من طلابها. متمردو M23 يسيطرون على بلدة بشرق الكونغو الديمقراطية. طهران وواشنطن تستأنفان التفاوض في مسقط. ماتيس يفشل في الحصول على الأغلبية المطلقة لمنصب المستشار الألماني. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. دعا مسؤول قسم تنمية المحاصيل بفرع وزارة الزراعة بإقليم عنسبة إلى تضافر الجهود لتوسيع زراعة الفول السوداني. وذكر السيد تصفى برهان حقوس أن الفول السوداني يعتبر أحد المحاصيل الزيتية المهمة التي تحتوي على معادن مهمة لصحة الإنسان، مضيفا أنه يجب على المزارعين زراعته على نطاق واسع لأنه يساهم بشكل كبير في إثراء خصوبة التربة، فضلا عن استخدام مخلفاته في تغذية الحيوانات. وأضاف أن الفول المنتج في إقليم عنسبة يغطي 95% من كمية الإنتاج في البلاد، ودعا إلى زيادة دور المعنيين بشكل عام والمزارعين بشكل خاص لزيادة زراعة الفول السوداني في مناطق شمال البحر الأحمر والقاشبركة والإقليم الجنوبي. وقال أن 3500 مزارع استفادوا من زراعة الفول السوداني الذي يزرع بكميات كبيرة في منطقتي حجاز وحمل مالو، كما سيتم تمديده إلى مديريات كرن وهبرة وعلى برعد وأصماط وأجزاء من مديرية حلحل. وأشار إلى أنه يمكن حصاد ما بين 15 إلى 20 كنتالا من الفول السوداني بزراعة 80 إلى 100 كيلوغرام من البذور لكل هكتار. ونصح تصفى برهان المزارعين بالتركيز على البذور الزيتية والحبوب إلى جانب الأنشطة الزراعية الأخرى، مضيفا أن المزارعين ما زالوا منخرطين في أنشطتهم الزراعية المعتادة. هذا وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالفول السوداني في إقليم عنسبة 4590 هكتارا، حصد منها أكثر من 61 ألف كنتال خلال عام 2024 وفقا لسجلات وزارة الزراعة. أعلنت مديرية سرجقة بالإقليم الأوسط اليوم السادس من مايو خلوها من ممارسة ظاهرة ختان الإناث تحت شعار القضاء على ختان الإناث من خلال الجهود المتضافرة. وفي الحفل أوضح مديرية سرجقة سيد كفلة مريم قارو مسقل أن الجهود بذلت للقضاء على هذه الممارسة الضارة برفع وعي المجتمع، مما مكننا من الإعلان عن خلو المديرية من ممارسة ختان الإناث. وذكر المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية العقيد قبرهانس واللقرقيش أن الحملات التي نفذت بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية والاتحاد الوطني للمرأة وغيرها بدأت تؤتي ثمارها المبشرة بالفعل. وفي هذه المناسبة تم تقديم توضيح من قبل متخصصين في مجال الصحة حول عواقب ظاهرة ختان الإناث. وفي كلمته الختامية أضاف حاكم الإقليم الأوسط السيد فساي هايلي أن ختام الإناث له عواقب مميتة، وحث السكان بعدم الاسترخاء مع الإنجازات التي حققت في الواقع والتنبه لعدم إعادة الممارسة. هذا وتقع مديرية سرجقة على بعد 21 كيلومترا من العاصمة أسمرة، وتضم 28 قرية و17 إدارة ضاحية. خرجت مدرسة مساعد التمريض في أسمر اليوم السادس من مايو 348 طالبا، 84% منهم من الإناث، بعد تلقي التعليم النظري والتطبيقي لمدة 18 شهرا. وأوضح مدير المدرسة السيد برخت قبر السلاسي أن المدرسة بدأت نشاطها التعليمي في سبتمبر 2023 في مركز تدريب المعلمين، وانتقلت لاحقا إلى عد هلو، مشيرا إلى أن الطلاب تلقوا التدريب العملي في مؤسسات صحية مختلفة. وذكرت مديرة فرع تنمية الموارد البشرية بوزارة الصحة الممرضة القانيش تخلق قرقيش أن المدرسة كانت تخرج من 30 إلى 40 مساعد تمريض سنويا، ومع إعادة التنظيم عام 2003 وافتتاح 3 مدارس أخرى في مندفرة وقندع وبارنتو ازداد عدد المدارس إلى 4، كما تضاعف أعداد الخريجين سنويا. وأفادت ممثلة الخريجين أن المناسبة هي نقطة الانتقال من كونك طالب إلى مهني تقدم الخدمات للمواطنين وتكتسب الخبرة والمعرفة أثناء العمل، مؤكدة على استعدادهم لرد الجميل للشعب والحكومة.
وقال المدير العام لقسم السياسات والتخطيط وتنمية الموارد البشرية في وزارة الصحة الدكتور برهان دبرو أن نحو 700 طالب تخرجوا من 4 مدارس لمساعدة التمريض هذا العام، ودعا الخريجين إلى تعزيز مسيرتهم المهنية والتفاني في خدمة شعبهم، مؤكدا على أن المجال الطبي يتطلب مهارات عالية وتفانيا وانضباطا والتزاما قويا. هذا وقدمت الشهادات للخريجين وكذا الجوائز ل3 من الطلاب المتفوقين. تم افتتاح فعاليات أسبوع الطلاب الذي ينظمه فرع وزارة التعليم بإقليم عنسبة في 5 مايو بملعب مدينة كرن. وفي كلمته خلال الحفل الذي حضره حاكم إقليم عنسبة سفير عبد الله موسى، قالت مسؤولة وحدة الثقافة والرياضة والصحة الأستاذة تعقستي محاري أن أسبوع الطلاب هذا العام هو مناسبة فريدة لكونه يقام ضمن احتفالات البلاد بالذكرى 34 للاستقلال المجيد تحت شعار خطنا درعنا المنيع، حيث سيتضمن برامج ثقافية وفنية ومسابقات رياضية وأنشطة تعليمية. وفي حفل الافتتاح انتهت مباراة كرة القدم للذكور بين مدرسة كرن الثانوية ومدرسة حجاز الثانوية بفوز مدرسة كرن الثانوية. هذا ويشارك أكثر من 1800 طالب وطالبة ومشرف في فعاليات أسبوع الطلاب بإقليم عنسبة، والتي ستستمر حتى 10 مايو الجاري. تشيد مدرسة ثانوية داخل المدرسة الابتدائية والمتوسطة في إدارة ضاحية درعا بمديرية عبد القيح بتوظيف السكان لأموالهم وطاقاتهم. وأوضح مدير إدارة الضاحية السيد ملس مسجنة أن المبادرة اتخذت لحصول أبنائهم على التعليم عن قرب. وذكر السكان بأن الخدمات الاجتماعية للشعب لا تخص الحكومة وحدها، مشيرين إلى قرب اكتمال بناء الفصول الدراسية. هذا وتبعد درعا مسافة 21 كيلومترا إلى الشمال من مدينة عبد القيح. تلقى الشباب الحامل والطلاب بمدينة بارونتو دورة تدريبية في لغة الإشارة لتخفيف مصاعب الصم في التفاهم. وفي حفل التخرج الذي أقيم يوم 4 مايو، شكرت رئيسة فرع الجمعية الوطنية للصم في إقليم القاشبركة الشابة سوزي برهاني شكرت الشركاء على مساهمتهم في إنجاح البرنامج، مشيرة إلى أن المتدربين هم من مختلف المؤسسات الحكومية. وذكر ممثل الخريجين أن الصم يواجهون صعوبات عندما يذهبون إلى مؤسسات الخدمات الاجتماعية لعدم وجود من يشرح لهم بلغة الإشارة. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم السيد فرانكو كوبابا ومسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم القاشبركة السيد ماريغوس جرمازيون إلى العمل المشترك لتوسيع نطاق تدريب لغة الإشارة، لأنها ليست مجرد التزام ضميري فحسب، بل هي أيضا حق يجب عدم تجاهله. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. بقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، سيطر متمردو حركة 23 مارس M23 على بلدة لونيا سينغ في إقليم شمال كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، على الرغم من تصريحات أطراف الصراع حول رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار. ودان متحدث باسم الجيش في شمال البلاد ماك هازوكاي الاستيلاء على البلدة، ووصفه بأنه انتهاك متعمد وصارخ للهدنة وجميع التدابير المتخذة لمواصلة المفاوضات في الدوحة وواشنطن. وذكرت مصادر صحفية أن الطرفين تكبدا خسائر كبيرة خلال الاشتباكات في هذه المنطقة. وتشير أكتواليت إلى أن المدينة تقع على ضفاف بحيرة إدوارد، مما قد يفتح الطريق أمام المتمردين إلى أوغندا وإقليم بيني الذي يخضع حاليا لسيطرة القوات الحكومية. في ظل أجواء إقليمية مشحونة، تستعد العاصمة العمانية مسقط لاستضافة الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم الأحد المقبل. وبحسب المصدر فإن هذه الجولة تأتي استكمالا ل3 جولات سابقة من المشاورات المكثفة التي جرت خلال الأشهر الماضية، وتركز بشكل خاص على الملفات الإنسانية وبعض الهواجس الأمنية المتبادلة بين الطرفين في محاولة لتخفيف منسوب التوتر وتفادي الانزلاق إلى مواجهات أوسع. وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض أنه يعتزم القيام بجولة إقليمية تشمل السعودية والإمارات وقطر ودول أخرى خلال الأسبوع ذاته.
مما يضفي بعدا إضافيا على ديناميكيات هذه المحادثات ويعزز التوقعات حول احتمال تحرك دبلوماسي أشمل. أعلن البرلمان الألماني عدم حصول زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من انتخابه لمنصب مستشار دولة ألمانيا الاتحادية. وأعلنت رئيسة البرلمان يوليا كولوكنر حصول ميرتس على تأييد 310 صوت، أي أقل بستة أصوات من الأغلبية المطلوبة البالغة 316 صوتا، وصفها حدا أدنى للفوز بمنصب المستشار. تجدر الإشارة إلى أن عدد المقاعد التي يمتلكها التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي اللذان من المخطط أن يشكل الحكومة الألمانية الجديدة تصل مجتمعة 328 مقعدا، وهذه هي المرة الأولى التي يتعثر فيها مستشار مرشح في تصويت للبوندستاغ بعد نجاح حزبه في الانتخابات العامة وإتمام مفاوضات الائتلاف الحاكم بنجاح. حضر مشاركون من دول حلف شمال الأطلسي الناتو وشركائه أكبر تدريب عالمي للدفاع السيبراني ضمن مناورة الدروع المغلقة السنوية. اجتمع أكثر من 4000 شخص من 41 دولة في العاصمة الإستونية لتلقي تدريب على الدفاع ضد الهجمات السيبرانية المنسقة. وتضمنت المناورة التي نظمها مركز حلف شمال الأطلسي للتميز في الدفاع السيبراني التعاوني هجوما واسع النطاق، حيث تم استهداف البنية التحتية الحيوية وشبكات الاتصالات والأنظمة المالية. وتعاون المشاركون في سيناريوهات واقعية من التاريخ الحديث للتعامل مع الهجمات أو تنسيقها أو مراقبتها. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. دعوة لتوسيع زراعة الفول السوداني في إقليم عنسبة. مديرية سرجغا تعلن خلوها من ممارسة ختان الإناث. مدرسة مساعد التمريض في أسمرات تخرج دفعة جديدة من طلابها. متمردو M23 يسيطرون على بلدة شرق الكونغو الديمقراطية. طهران وواشنطن تستأنفان التفاوض في مسقط. وميرتس يفشل في الحصول على الأغلبية المطلقة لمنصب المستشار الألماني. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.